كنت بجري بأقصى سرعتي وفجأة وقعت في بير مش عارفة ظهر في وشي امتى وازاي. المكان كان ضلمة قوي، كنت بترعش بالخوف والفزع. أنا قاعدة في القاع تحت وفجأة لقيت خيال اسود بيقرب مني أكتر وأكتر. صرخت بعلو صوتي لكن ما قدرتش أتحرك من مكاني بسبب رجلي اللي بتنزف بسبب وقال جامد في البير. لكن سمعت صوت هادي بيقول اهدي ما تخافيش. ما كنتش شايفة حاجة من الضلمة، ففتح هو الكشاف اللي في ايده. انا الحارس المسؤول عن الغابة وواحد من المشرفين على سباق الجري اللي انت مشاركة فيه. هديت واطمنيت ان النجدة جاتلي، لكن قلت بخوف طب انت ليه نزلت لحد عندي؟ كان ممكن تنزل لي حبل وانا اطلع. لاني كنت متأكد لما وقعتي اكيد اصبتي، وفعلا رجلك هي بتنزف ومحتاجة انها تتربط بسرعة وتتعالج. خليني اساعدك. ما حسيتش فعلا بالألم إلا في اللحظة دي، لأن خوفي من ضلمة المكان اللي موجود حواليا كان كفيل بإرعابي. سمحت له إن هو يربط لي الجرح لأني فعلا بدأت أتوجع منه. فقال لي هو بيعقمني الجرح ليه سابتك ومشيت؟ كان بإمكانها إنها تساعدك. هي مين؟ البنت اللي كنتوا بتجروا سوا مع بعض. قصدك صاحبتي؟ حاولت كتير وما قدرتش تعمل لي حاجة، فأنا طلبت منها إنها تكمل السباق عشان ما تخسرش، وبعد السباق تطلب لي المساعدة. السباق خلص مش كده؟ هي اللي طلبت لي مساعدتك صح؟ الحبل كان تحت رجليها، لو كانت عايزة تساعدك كانت ساعدتك. كلامه فاجئني لأنها قالت لي إنها مش لاقي حاجة تطلعني بيها. غريبة، دي حتى كسرت فرح الشجرة وحاولت إنها تمده بإيديها ليا، لكنه فعلا كان قصير وما وصليش. أما الحبل يمكن ما شافتوش. كان عندي حسن ظني فيها، ما توقعتش أبدا أي لحظة غدر منها. خلص لي تعقيم الجرح وربط لي جرحي، وقف وقال شفتها بتبعد عن البير وفي ايديها الحبل وعلى وشها ابتسامة خبيثة. بصيت له بصدمة فكمل كلامه أنا متابعكم من أول السباق وشفتك وانتي بتأخري نفسك عشان هي تحصلك وتجروا سوا، ولما التوى رجليها وقفتي سباقك وجريتي عندها وفضلت تدلكي رجليها وفضلتي معاها لحد ما الوجع خف وقدرت تكمل السباق من تاني. أيوة لأنها صاحبتي. وبعد كده قررتي إنك تسيبها تسبقك شوية لأنك وقفتي وهي جريت الأول، لكنها على غفلة منك شالت اليافطة التحذيرية اللي أنا حاططها للبير وبعدها شاورتلك دينا تعالي نجري من الطريق ده. فانتي ما خدتيش خوانة وجريتي بسرعة ووقعتي في البير. ضحكت بتلذذ وهي سمعاكي بتصرخي أول ما وقعتي. ما كنتش مصدقة كلامه أو مش قادرة أصدقه. معقول صاحبة عمري تعمل فيا كده؟ فقلت وأنا برضو بحسن الظن فيها لا أكيد أنت بتتوهم، مش حقيقي، لا مش معقول. سكت ومعلقش وساعدني إن أخرج من البير فشكرته. شكرا جدا لحضرتك. بص في ساعته وقال فاضل ربع ساعة ويخلص السباق، لو مشيتي من الطريق المختصر ده ممكن تفوزي. قالها ومشي. فناديت عليه لو سمحت ممكن تقولي هي مشيت من أي طريق؟ شاور بإيده ناحية الجنوب وقال من الطريق ده، الطريق كله فخاخ اللي أنا حاططها بنفسي، ما ظنش إنها نجت من فخ فيهم. فجريت بسرعة ناحية الطريق اللي صاحبتي راحت في اتجاهه. فقال لي باستغراب هتروحي تساعديها تاني بعد اللي عملته فيكي؟ الفوز بالسباق ما كانش مهم بالنسبة لي، المهم عندي اني اشارك فيه مع صاحبتي وبس. قلتها وجريت ناحية الطريق وفعلا لقيتها واقعة على الارض وبتحاول تخلص رجليها من الفخ اللي شبك في رجليها وقافل عليها كأنه ذئب انقض بأنيابه على رجليها. اول ما شافتني ارتبكت لانها ما توقعتش ان انا اخرج من البير بالسرعة دي، وقالت ايه ده دينا ساعديني رجلي هتتقطع من الفخ ده. بصت لها وما اتكلمتش. فقالت عشان تبرر فعلتها انت اللي طلبتي مني اكمل السباق وامشي واسيبك. عمري ابدا ما كنت هقدر اكمل سباقي وصاحبتي بتعاني لوحدها في البير. اديتها ظهري ومشيت. استني انا حاولت اساعدك ما قدرتش، دورت في كل مكان ما لقيتش حاجه اساعدك بيها. فعلا لدرجه انك ما كنتش شايفه الحبل اللي تحت رجليكي. فكرت ان صداقتنا اقوى من سباق سخيف. طب انا اسفه، هتساعديني؟ اسفه قوي، عندي سباق لازم اخلصه، هيعدي عليكي حارس الغابه ويخلصك زي ما خلصني. سلام يلي كنت بحبها اكتر من نفسي.
تفتكروا تصرف دينا صح ولا غلط؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات. ولحد هنا قصتنا خلصت، استنونا في قصة جديدة وعبرة مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.